الكابتن باسم قاسم: طموحي عودة النفط إلى المنافسة لدوري نجوم العراق. هذا الوقت، وحقيقه انا كنت اخطط للميناء، لكن انا الموسم الماضي ما كنت انه درجه اولى، لكن بعدين احتراما للجمهور ولهذا الارث الكبير وبقوا في زاويه ضيقه فكان لابد علي ان ابقى، لانه مو من الصعب اخلق احباط اخر بعد الاحباط اللي تبلغوا انهم ضمن درجه، وكان تخطيطي ان ابقى مع الميناء حقيقه للامانه، وانا مبلغ الاخوان للمستقبل البعيد، وانا حتى مع نادي النفط طموحنا، لان انا تعرف انا محطاتي تختلف، احترام وتقدير المدربين، تجد باسم قاسم مع فرق مغموره وحقق يعني انجازات، يعني حتى على مستوى الدوري، يعني مثلا الحمد لله ان الثلاثه القاب مع الميناء، اللقب الرابع يمكن مع زاخو، اول مره تاريخ زاخو المركز الخامس مع دياله، افضل انجاز في تاريخ دياله، ولذلك طموحي انه دائما محطاتي تختلف، ولذلك اطمح انه ان شاء الله ان اكون مع النفط في مواسم قادمه، وان يكون فريق النفط يعني ان ينافس على لقب الدوري ان شاء الله.